إن من حب الله عز وجل لهذا العبادة وهي الذكر أن الله تعالى يقول اذكروا الله ذكرا كثيرا، ويقول سبحوه بكرة وأصيلا. ربنا عز وجل مدح الذاكرين بكل أحوالهم، فقال عنهم أولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. هؤلاء هم أولي الألباب. ما الفرق بين اللب والعقل؟ العقل موجود عندي وعندك وعند المجنون. المجنون عنده عقل، موجود مخ في رأسه، وحتى البهيمة أجلكم الله موجود مخ في رأسها. العقل موجود في كل المخلوقات، لكن هناك لب، هناك عقل يفهم، هناك عقل يؤثر في صاحبه يجعله يعمل يستثمر حياته. هذا هو اللب. ولذلك لما مدح الله الذاكرين قال أولو الألباب، ما قال أولو العقول. فهل أنت من أولي الألباب الذين يستثمرون كل الوقت في القرب من الله عز وجل؟ ماذا يقول الله عز وجل؟ يقول أنا عند ظن عبدي بي، أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حيث ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. والله لو ما يأتيك من الشرف والفخر إلا هذه لكفاك، أن كل ما قلت لا إله إلا الله يذكرك الله عز وجل. ومن ذكرني في ملأ أي في مجتمع ذكرته في ملأ خير منه، ملأ الملائكة يذكر فيها اسمك. وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، هذا أعظم الخير لك. فيا من تريد جلاء الهم، يا من عندك مشكلة في بيتك، مهموم بيتك، مهموم أسرتك، مهموم أنت في غم، يا أخي الله قال لك في القرآن من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. طيب إذن الذي لا يعرض عن ذكر الله لن يكون هناك معيشة ضنكا. فإذا أردت السعادة في نفسك والسعادة في بيتك والسعادة في من هم حولك أكثر ذكر الله. هذا هو الجواب. ويا من تريد الرزق الحلال، عندك مشكلة في ديونك، ما عندك ذرية، قال لك نوح فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، بالاستغفار بالذكر. أأنت أصدق أم ربي جل جلاله؟ يا من تريد أن تطرد الشيطان من حياتك، من هو الذي علمنا بالدواء الذي نطرد فيه الشيطان؟ من هو؟ إنه الشيطان نفسه. في الحديث الطويل الذي كان في حوار بين أبو هريرة والشيطان لما كان مشرف على الصدقة، قال له الشيطان سأعلمك يا أبا هريرة كلمات إن قلتها فإنه لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح، كل الليل وأنت عليك ملك يحرسك من الله عز وجل. فما هو الذكر؟ قال قل الله لا إله إلا هو الحي القيوم، آية الكرسي. هذه الآية العظيمة التي يجب أن تحفظها يا مسلم، لأنك لو قرأتها خلف كل صلاة لم يكن بينك وبين الجنة إلا الموت كما قال صلى الله عليه وسلم. شفت الفضل والعظمة. ولو قرأتها في ليل لا يزال عليك من الله حافظ. ولذلك أبو هريرة راح عند الرسول صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله هذا قال لي كذا وكذا، قال صدقك وهو كذوب. نعم صحيح، أقره على ذلك عليه الصلاة والسلام. يا من تريد الحماية من الحسد والسحرة والمردة والعين، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتخذ له حرسا، فلما سحر عليه الصلاة والسلام فرأى أتاه الملائكة في المنام وأخبروه في مكان السحر، فلما ذهبوا فوجدوا تمثالا مغروس فيه 11 عقدة، فيه 11 ربطة عقد. هذا هو كان سحر الرسول صلى الله عليه وسلم. فكانوا كلما حلوا عقدة منها تحرك الرسول صلى الله عليه وسلم حتى حلوا 11 العقدة، وهي 11 آية الموجودة في قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. فاحفظها وقلها صباحا وقلها مساء، حصن نفسك، حصن أولادك، حصن بيتك. فهذا هو التحصين الإلهي بالقرآن الكريم. لماذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، نحن آخر أمة لكننا ثلثي أهل الجنة. اللهم لك الحمد والشكر. بماذا؟ بمثل هذه الأعمال. مثلا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله وبحمده
بس عدها 100 مرة غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. يا أخي لا تحتاج أن يغفر الله ذنوبك يا مؤمن، فكل يوم تقول هذه. ليه؟ عشان تمسح ذنوب اليوم، لأن حنا كل يوم نجمع ما شاء الله علينا من الصبح إلى النمس، وحنا نغتاب في هذا ونضحك على هذا ونسخر في هذا ونتأخر عن الصلاة، عندنا ذنوب إلى رؤوسنا. طب قل سبحان الله وبحمده 100 مرة من أجل أن تمسح ذنوبك، تأتي نظيف خفيف أمام الله عز وجل. ومرة وفي الحديث الآخر الرسول صلى الله عليه وسلم جاء ووجد جويرية أم المؤمنين أمنا رضي الله عنها جالسة في الضحى، يعني بعد الفجر بساعتين أو 3 ساعات، فقال لها منذ متى وأنت جالسة هنا؟ قالت من بعد الفجر وأنا جالسة. قال ماذا تعمل؟ قالت أذكر الله، تسبح وتهلل. قال لقد قلت 4 كلمات لو قلتيها لوزنت كل الذي عملته من الفجر إلى 4 كلمات. احفظها: سبحان الله وبحمده عدد خلقه. أسألك بالله كم عدد خلق الله؟ كم في السماء من ملك، وكم في البحر من سمكة، وكم في الأرض من حشرة، وكم على الأرض من إنسان، وكم من الجن، كل هؤلاء خلق الله. فعندما تقول سبحان الله وبحمده عدد خلقه يدخل في ميزان حسناتك عدد خلق الله أجر. ليش تبخل على نفسك؟ الواحد منا يجلس عند الإشارة يصفر، ولا يقرأ اللوحات، مشغل عمره يقرأ لوحات السيارات من أولها لآخرها، ولا بس يغني. هذا اللسان حركه لكي تجلب الحسنات حتى يصلح القلب. إبليس لا يريدك أن تذكر الله، لأنك ماذا يقول إبليس؟ يقول أهلكتهم بالذنوب فأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار. اهلك شيطانك. سبحان الله وبحمد عدد خلقه، سبحان الله وبحمد زينة عرشه، سبحان الله وبحمد رضا نفسه، سبحان الله وبحمد بدد كلماته، 4 كلمات. وكل هذا الأجر يأتيك في ميزان حسناتك. بل إن هناك كلمتان خفيفتان على اللسان عظيمتان في الميزان. إذا قلت لك عظيمتان في الميزان أي لا يعلم وزنها إلا الله. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، كررها يا كريم. وأيضا لو قلت في كل يوم هذه علمها نفسك واحفظها وعلمها أولادك، لأن هذه تحميك بإذن الله من شياطين الأرض كلهم. من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة، كلنا نحفظها، بس قلها 100 مرة، فإنه ماذا له؟ اسمع: كانت له عدل عتق 10 رقاب، كأنما أعتق 10، ومن أعتق نفسا فأعتقه الله من النار. فكيف الذي يعتق 10 كل يوم؟ كل يوم تعتق 10. وكتب الله 100 حسنة له ومحى عنه 100 سيئة، وكانت له حرز من الشيطان يومه ذلك كله. أهم شيء اذكر ربك، أكثر من الذكر، لا يلعب عليك الشيطان، تروح عليك الساعات والساعات وأنت لا تذكر الله إلا قليلا. هؤلاء هم المنافقون، وأنت تبرأ بإذن الله من هذه الصفة. ولذلك إذا أردت أن تعرف مقام الله عندك فما مقام الله في قلبك.